شركة مارفل، يعني أيرون مان، يعني كابتن أمريكا، يعني ثور، مش عاجبينك يا عم يبقى سبايدر مان، يبقى هالك، حاجات كتير أوي. بس المشكلة ليه الناس فقدت الأمل من شركة مارفل؟ وده ليها 3 أسباب ما فيش منه رابع، فخليك معايا في الآخر عشان تعرف إيه هما 3 أسباب. شركة مارفل يا باشا إمبراطورية وفي شخصيات عمرنا ما ننساهم زي ايرون مان وسبايدر مان وغيرهم كتير قوي. واحنا هنتكلم عن MCU مش هنتكلم عن حاجة تانية. أول فيلم نزل وهي سلسلة ايرون مان، مين ما اتفرجش على غرور وقوة الشخصية ده؟ بس نتكلم عن الواقع شوية. المنتجين دفعوا أكتر من 200 مليون دولار، يا نهار أزرق، 200 مليون دولار يا عزيزي المتابع، 200 مليون دولار، وكانوا حرفيًا بين الفشل أو النجاح، لإن لو الفيلم فشل ما كناش هنشوف أصلًا سلسلة Avengers، ولكن الفيلم نجح أكتر من 500 مليون دولار. وجه شركة ديزني قالت تعالوا كده أيوه أنا هاخد الشركة دي بمقابل 4 مليار دولار، ويا ريت ما ديزني دخلت في الموضوع أصلًا، لإن ديزني هي اللي بتوافق العمل ده أو لأ. يعني لو مش فاهم يعني يا عزيزي المتابع إن الفيلم الجديد اللي هو دكتور دوم، ديزني هي سبب التأجيل. ولمّا سلسلة Iron Man نجحت نزلت حاجات كتيرة أوي زي كابتن أمريكا وثور، وكانوا خلاص هيبقوا مسيطرين كل حاجة، وDC كانت هتكون بتعيط على جنب، ولكن حصل مشاكل. وأول مشكلة وهي إن شركة مارفل بدأوا يعملوا حاجات غريبة، وهي إن مركزين جدًا في الأجندات، بيدمروا نفسهم في نفسهم. عملوا شي هالك وفشل، عملوا ميس مارفل وفشل، عملوا فيلم ثور الجديد وفشل، وعملوا جزئين لإند مان وبرضه فشل. عملوا فيلم اسمها ذا مارفل وبرضه فشل. المشكلة الأكبر إن هم مكملين في نفس الموال. بس نتكلم في الإيجابيات شوية وهي إن عاملين سلسلة اسمها سلسلة افنجرز، والسلسلة ده عمرها ما هتتنسي. أكيد أنت عارف التتر ده. وعملوا أفلام سبايدر مان وعملوا 3 أجزاء وفي حاجات كتيرة برضه حلوة. ويلا نخش على السلبيات. بعد فيلم افنجرز انت جيم شركة مارفل بدأت بتركز في حقوق المرأة، وإن البطلة تبقى أقوى من البطل، يعني حاجات غريبة. يعني تخيل شي هالك اللي هي أسوأ بطلة في العالم، البنت دي أقوى من هالك. طب بلاش ده، فيلم ذا مارفلز جه ممثلينه بيقولوا أخيرا الفيلم ده بيتكلم عن البنات وفيها بنات. ماشي، طب ما تقولوا الفيلم بيتكلم عن إيه؟ لا هم مكملين في نفس الموال. والمشكلة إن مارفل مكملين في نفس الموضوع، وحتى الجماهير فقدوا الشغف من DC ومن مارفل أصلًا. والمشكلة إن المعروف في شركة ديزني إن هم بيحلبوا أي حاجة، يعني الفيلم ده نجح يعملوا فيها جزء تاني، لو الجزء التاني نجح يعملوا فيها جزء تالت، ومكررين نفس الموضوع. ومارفل أدركت اللي بيعملوه غلط، فعملوا فيلمين، وأول فيلم كان فانتاستيك فور وتاني فيلم كان نيو افنجرز. هل الجماهير عجبه الفيلمين؟ بُص، هو في الحقيقة في نُص عجبه الفيلم، وفي نُص مش عجبه الفيلم. فشركة مارفل قالت إن هي هتعمل إعلان لفيلم الجديد، ونزلوا 4 إعلانات ولسه هنتكلم عنه. فهنتكلم تلخيص ال4 إعلانات دول. أول إعلان كابتن أمريكا هيرجع، تاني إعلان ثور هيرجع، تالت إعلان فرقة إكس مان هيرجع وهيبقوا معانا، وفرقة واكاندا وفانتاستيك فور هيبقوا معانا. مع إن كابتن أمريكا عجِّز وزمانه ميت، فإزاي رجع شاب الله أعلم. وثانيًا أنتم معاكم إكس مان وواكاندا وفانتاستيك فور وديدبول والناس كتيرة أوي، هتعملوا كل ده إزاي في فيلم واحد؟ في سببين ما فيش منه تالت، وأول سبب وهي إن الفيلم يكون أطول من 3 ساعات. والسبب التاني وهي الحَلْب، وأنا متأكد في السبب التاني. أنا فانز مارفل بس شايف اللي بيعملوه ده عك، ولكن أنا منتظر الفيلم ويا ريت إن الفيلم ده يبقى عظمة. بنتكلم في المسلسلات برضه لMCU. أول حاجة مسلسل لوكي أعظم من مس مارفل وشي هالك والكلام ده، لأن المسلسل ده فيه أحداث وفيه حاجات عمرنا ما شفناها غير المسلسل ده، وأكشن ودراما وكوميدي وكل حاجة. وأصلًا لمّا نزلت المسلسل What If اللي هو أحلى مسلسل animation لمارفل، والجماهير عاجبه المسلسل، بس قالوا ما تركزوش في الأفلام الواقعية، ركزوا في الanimation. لمّا الجمهور سمعوا الموضوع ده، مارفل عملوا أول فيلم animation أسطوري بالنسبة لي وهي سبايدر مان. ولكن الحلو مش بيكمل لآخرها، والسبب إن هُم بيركزوا برضه في الأجندات. وخلاص مارفل شوية وهتستسلم، لإن ده آخر مرحلة، وهي فيلم Avengers Doomsday. لو فشلت يبقى فقدنا الشغف نهائيًا، وخلاص فاضل بس 9 شهور والفيلم هينزل وأنا متحمس جدًا. نيجي بقى فقرة الأسئلة، هل مارفل هترجع بقوة؟ بُص، لو الفيلم بتاع Avengers الجديد نجح يبقى خلاص هتكتسح الدنيا، لو فشلت يبقى كده خلاص دمرت نفسها.
طب هل مارفل هتحلب من أول وجديد؟ بُص، مارفل ما لهاش دعوة، ديزني هي السبب، لإن هي اللي بتوافق الأعمال وهي اللي بتختار. طب هل فيلم هيكون عظمة؟ أنا شايف عظمة لإن هُم جايبين شخصيات إحنا كنا نفسنا نشوفهم. وبس كده، اعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو وبيس.